بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة 5 ابتدائي وأولياء أمور سنة 5 ابتدائي. النهاردة جايب لكم مراجعة مهمة جدا غير المراجعات اللي احنا خدناها قبل كده، وبرضه هسيب لك كل المراجعات زائد المراجعة اللي هي سؤال وجواب حوالي 10 صفحات هسيبها لك كلها في وصف الفيديو. مراجعتنا النهاردة مراجعة جدا مهمة، مراجعة كتاب سلاح التلميذ. جايب لكم حوالي 5 نماذج هنحلها مع بعض. يلا مع بعض نشوف النموذج الأول. اختبار رقم 1. السؤال الأول: لاحظ الخريطة ثم أجب. هنبص للخريطة وبعدين نجاوب. رقم 1: تقل الكثافة السكانية في المحافظة رقم، يعني الكثافة السكانية قليلة في المحافظة رقم كام؟ طبعا لازم تكون محافظة صحراوية أو محافظة من محافظات الحدود. يبقى المحافظة دي اسمها محافظة ايه؟ محافظة البحر الأحمر. يبقى رقم 2. يبقى تقل الكثافة السكانية في المحافظة رقم 2. نشوف السؤال الثاني. يشير لمحافظة الأقصر رقم، يعني محافظة الأقصر قدامنا رقم كام؟ طبعا 1. لأ، 1 محافظة القاهرة. يبقى المحافظة رقم 3 دي محافظة مين؟ محافظة الأقصر. يبقى هنكتب رقم 3 دي محافظة مين؟ محافظة الأقصر. يلا مع بعض نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. السؤال الأولاني: تعد سهولة المواصلات من العوامل الطبيعية الجاذبة للسكان. طبعا وسائل المواصلات دي عوامل ايه؟ عوامل بشرية مش عوامل طبيعية. يبقى الإجابة غلط. عوامل طبيعية زي استواء السطح. رقم 2: انتشرت عبادة الإله آتون في عصر الملك امنمحات الثالث. طبعا الإجابة غلط. في عهد امنحتب الرابع او اخناتون اللي دعا لعبادة اتون ورمز له بقرص الايه؟ الشمس، وعمل له عاصمة اسمها ايه؟ اخيتاتون. سؤال رقم 3: نسبة الذكور في مصر اكبر من نسبة الاناث. طبعا الذكور اكبر من نسبة الاناث في الهرم السكاني المصري. يبقى الاجابة ايه؟ الاجابة صحيحة. نشوف السؤال الرابع. يزداد انجاب الاطفال في الحضر عن الريف. طبعا الزيادة السكانية كتيرة في الريف عن الحضر. يبقى الإجابة خطأ بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر، عشان كده الزيادة أكتر أو إنجاب الأطفال أكتر في الريف. نشوف السؤال الثالث. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. نشوف السؤال الأولاني. يتسم الهرم السكاني لمصر بالقاعدة. الهرم السكاني لمصر قاعدته ايه؟ ضيقة، مدببة، عريضة، صغيرة؟ طبعا القاعدة بتاعت الهرم السكاني المصري قاعدة عريضة. ليه؟ بسبب ارتفاع او زيادة نسبة المواليد في مصر. نشوف السؤال الثاني. احدى الالعاب الرياضية التي مارسها المصري القديم: السنت، جمباز، المصارعة، الباليه؟ طبعا هتبقى المصارعة، لأن السنت لعبة تدل على التفكير. يبقى المصارعة. السؤال رقم 3. الحياة مرة أخرى بعد الموت. تشير هذه العبارة إلى، طبعا تشير إلى البعث. يبقى الحياة مرة أخرى بعد الموت البعث. نشوف السؤال الرابع. دلل. تختلف ملابس عامة الشعب عن ملابس الملك والأغنياء في مصر القديمة. طبعا ليه؟ هنقول لأن ملابس عامة الشعب كانت تصنع من الكتان أو الكتان الخشن، أما الملوك والأغنياء كانت بتصنع من الكتان عالي الجودة أو بتصنع من الحرير وكانت بتطرز بالذهب والفضة. يبقى حيث أن ملابس عامة الشعب تصنع من الكتان وتتميز ببساطة، أما الأغنياء والملوك فكانت من الكتان عالي الجودة أو الناعم يعني، أو الحرير وبتكون مطرزة بالذهب والفضة. نشوف النموذج الثاني مع بعض. النموذج الثاني السؤال الأولاني: لاحظ الخريطة ثم أجب. سؤال صواب أم خطأ. يشير رقم 1 لمنطقة تركز سكاني. يلا نشوف رقم 1 كده على الخريطة. رقم 1 على الخريطة حاليا عندنا محافظة ايه؟ محافظة طبعا القاهرة. يبقى بيشير الى منطقة تركز سكاني، يعني الناس متركزة في المنطقة دي. صح ولا غلط؟
طبعا الإجابة صحيحة، أكبر محافظات مصر سكانا. 2. يشير رقم 2 إلى محافظة. نشوف رقم 2 كده ونشوف هيشير لمحافظة إيه. 2 بتدل على محافظة المنيا، أكبر محافظات مصر في الأمية. يبقى محافظة مين؟ المنيا. يبقى 2 نكتب محافظة المنيا، أكبر محافظات مصر في الأمية، أما أقل المحافظات البحر الأحمر. نشوف السؤال الثاني. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. الفرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات في فترة معينة. لما أطرح المواليد من الوفيات يبقى ده تعريف إيه؟ طبعا تعريف الزيادة الطبيعية. يبقى الزيادة الطبيعية هي الفرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات في فترة زمنية معينة. السؤال الثاني. تظهر إحصاءات النساء أو الإناث على الهرم السكاني باللون، طبعا باللون إيه؟ باللون الوردي، أما الأزرق ده لون الذكور. يبقى إحصاءات الإناث على الهرم السكاني باللون الوردي أو بسميه الأحمر. 3. تظهر مشكلة الزيادة السكانية عند تجاوز. المشكلة السكانية بتحدث إمتى؟ لما يتجاوز عدد السكان الموارد المتاحة. يبقى عند زيادة عدد السكان على الموارد المتاحة. نشوف السؤال اللي بعده. رقم 4. توفير احتياجات المنزل في مصر القديمة من أدوار، طبعا من أدوار مين؟ من أدوار الأب أو من مهام الأب، توفير احتياجات البيت. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال الثالث. صوب ما تحته خط. تم الرمز إلى آتون بقرص، طبعا بقرص مين؟ بقرص القمر. غلط، هنصححها، يبقى قرص إيه؟ قرص الشمس. يبقى الإله آتون يعتبر قرص الشمس، وبناله الملك إخناتون عاصمة جديدة اسمها إخيتاتون، يبقى قرص الشمس. نشوف السؤال رقم 2. الهرم السكاني لمصر قاعدته، لسه قايلينها دلوقتي، قاعدته ضيقة؟ طبعا لا، قاعدته عريضة. يبقى الهرم السكاني قاعدته عريضة بسبب زيادة عدد المواليد في مصر. السؤال الثالث. الفئة التي تمثل قاعدة الهرم السكاني هي فئة، طبعا قاعدة الهرم السكاني فئة صغار السن، وبتشكل تلت الهرم السكاني أو تلت سكان إيه؟ تلت سكان مصر. يبقى صغار مين؟ صغار السن. السؤال الرابع. ما العلاقة بين التوحيد والملك إخناتون في مصر القديمة؟ طبعا دعا الملك إخناتون أو منحتب الرابع إلى توحيد الآلهة في إله واحد سماه مين؟ آتون. يبقى نادى الملك منحتب الرابع بفكرة التوحيد لما تولى حكم البلاد. يلا نشوف النموذج الثالث مع بعض. النموذج الثالث. لاحظ الخريطة ثم أجب. 1. يشير رقم 1 إلى بحيرة. نشوف رقم 1 على الخريطة، دي بحيرة إيه؟ شاطرين، دي بحيرة ناصر أو بنسميها بحيرة السد العالي، موجودة في جنوب مصر. يبقى بحيرة إيه؟ يبقى بحيرة ناصر، هنكتب بحيرة ناصر. 2. محافظة يندر فيها السكان. يلا نشوفها مع بعض كده. المحافظة اللي بيقل فيها السكان محافظة موجودة في شبه جزيرة سيناء. يبقى المحافظة أقل محافظات مصر سكانا دي محافظة إيه؟ محافظة جنوب سيناء. يبقى هنكتب محافظة جنوب سيناء. نشوف السؤال الثاني مع بعضنا. السؤال الثاني هنحط علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. السؤال الأول. الهجرة من مصر إلى فرنسا تسمى هجرة داخلية. طبعا من مصر لدولة تانية بسميها هجرة خارجية، هي هجرة تتم بين مصر والدول الأخرى. يبقى الإجابة خطأ. نشوف السؤال اللي بعده. يمثل صغار السن قمة الهرم السكاني في مصر. طبعا الإجابة خطأ. قمة الهرم السكاني في مصر فئة كبار السن. يبقى الإجابة غلط. نشوف السؤال اللي بعده. احتفل المصري القديم
بعيد الفيضان. طبعا المصري القديم احتفل ببعض الأعياد، منهم عيد الفيضان وعيد الحصاد برضو، دي أعياد كانت خاصة بالزراعة. يبقى الإجابة صح، هنعمل علامة صح. السؤال الرابع، تحرص الدولة على توفير وسائل تنظيم الأسرة. طبعا الإجابة صحيحة، الدولة بتحرص على توفير وسائل تنظيم الأسرة عشان نقلل النمو السكاني في مصر. يبقى الإجابة صحيحة. يلا نشوف السؤال الثالث مع بعض. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يتوقع زيادة نسبة كبار السن مستقبلا نتيجة عدد كبار السن هيزيد في المستقبل بسبب ايه؟ طبعا بسبب تحسن الرعاية الصحية، يبقى الاهتمام بالرعاية الصحية، يبقى الإجابة دي الصح. تغير أعداد السكان بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة، ده تعريف ايه؟ طبعا تعريف زي ما انتم عارفين النمو السكاني، يبقى النمو السكاني هو تغيير أعداد السكان بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة. عشان كده لو قلت لك بما تفسر النمو السكاني في مصر هتقول لي بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة. السؤال اللي بعده، تعرف مدينة إخيتاتون حاليا باسم طبعا تل العمارنة في محافظة المنيا، يبقى إخيتاتون تل العمارنة. نشوف السؤال اللي بعده، ما المقصود بالتركيب العمري للسكان؟ التركيب العمري هو تصنيف السكان أو تقسيم السكان حسب الفئات العمرية، صغار السن، فئة المتوسطة، فئة كبار السن. يبقى التركيب العمري هو ايه؟ هو تصنيف السكان حسب الفئات العمرية. يبقى تصنيف السكان حسب الفئات العمرية، وعندنا 3 فئات عمرية. يلا بعد كده نشوف الاختبار الرابع. السؤال الأول، لاحظ الخريطة ثم أجب. نشوف الخريطة الأول ونجاوب. رقم 1، فين رقم 1 على الخريطة؟ يلا مع بعض نشوفه. طبعا البحر اللي فوق ده بحر ايه؟ طبعا زي ما انتم عارفين ده البحر المتوسط، موجود في شمال مصر، اما البحر الأحمر في شرق مصر، يبقى هنكتب البحر المتوسط. نشوف السؤال الثاني، محافظة يندر بها السكان. طبعا دي من محافظات الحدود، أكبر محافظات مصر في المساحة. محافظة إيه؟ طبعا دي محافظة الوادي الجديد، يبقى هنكتب محافظة الوادي الجديد. يلا نشوف السؤال اللي بعده. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أنشأ الملك أمنحتب الرابع عاصمة له وسماها. يبقى أمنحتب الرابع عمل عاصمة جديدة، اسمها ايه؟ طبعا اسمها إخيتاتون، موجودة دلوقتي في تل العمارنة بمحافظة المنيا. عملها ليه؟ عشان يعبد فيها الإله آتون، يبقى لعبادة الإله آتون، وده كي تكون مقر للحكم وعاصمة له. نشوف السؤال الثاني، يطلق على تصنيف السكان إلى ذكور وإناث. يبقى ذكور وإناث، يبقى تصنيف ده بسميه التركيب الإيه؟ طبعا التركيب النوعي. نشوف السؤال الثالث، انخفض معدل المواليد في مصر حاليا. معدل المواليد انخفض بسبب ايه؟ طبعا بسبب تنظيم الأسرة، يبقى بسبب تنظيم الأسرة. وطبعا في إجابة تانية، الحد من الزواج المبكر. نشوف السؤال الثالث، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. أول عبارة أو أول سؤال، تؤدي مشكلة الزيادة السكانية إلى إعاقة إيه؟ يلا نختار كده. طبعا إلى إعاقة مشروعات التنمية، يبقى تؤدي مشكلة الزيادة أو مشكلة السكان إلى إعاقة مشروعات التنمية. السؤال اللي بعده، انتقال أسرتك من القاهرة للاستقرار في مدينة الغردقة يعد هجرة؟ هل طلع بره مصر؟ طبعا لأ، يبقى دي هجرة إيه؟ طبعا هجرة داخلية. انتقال بين محافظات مصر دي اسمها هجرة ايه؟ داخلية. السؤال اللي بعده، يساعد دراسة الهرم السكاني في تحديد احتياجات السكان من. الهرم السكاني أهميته ايه؟ بيحدد احتياجاتنا من ايه؟ طبعا من فرص العمل، يبقى هنكتب فرص العمل. نشوف السؤال الرابع،
أدى تحسين الرعاية الصحية إلى تراجع. تحسن الرعاية الصحية، الاهتمام بالطفل وصحة المرأة، أدى إلى إيه؟ تراجع وفيات الأطفال الرضع. يبقى أدى إلى تراجع وفيات الأطفال الرضع. يلا نشوف آخر سؤال في الاختبار ده. السؤال الرابع، فسر يعني بما تفسر اختلاف الهرم السكاني من دولة لأخرى. طبعا بيختلف ليه؟ باختلاف نمو السكان، لأنه يختلف باختلاف نمو السكان. يلا مع بعض نشوف النموذج الأخير. النموذج الخامس، لاحظ الخريطة ثم أجب. رقم 1 على الخريطة، يلا مع بعض نشوف رقم 1 ده ايه؟ البحر ايه؟ طبعا ده البحر الايه؟ البحر الأحمر اللي موجود في شرق مصر. يبقى هنكتب البحر الأحمر. بعد كده، من المحافظات الجاذبة للسكان. طبعا المحافظة دي جاذبة للسكان، دي محافظة ايه؟ طبعا دي محافظة اسكندرية. يبقى اسكندرية والقاهرة من المحافظات الجاذبة للسكان، يبقى اسكندرية. نشوف السؤال الثاني، هنحط علامة صح أو علامة خطأ. الهرم السكاني عبارة عن رسم بياني يوضح تركيب السكان من حيث النوع والعمر. طبعا الإجابة صح. رسم بياني بيوضح لي تركيب السكان أو التركيب النوعي والتركيب العمري. السؤال اللي بعده، يمثل قضاة محكمة الموتى عند المصريين القدماء أقاليم مصر. طبعا الإجابة صحيحة. من اعتقاد المصريين ان هو بيتحاسب الميت امام 42 قاضي، وكان عندنا 42 اقليم، واله الموتى ساعتها مين؟ اوزوريس. السؤال الثالث، تشبه لعبة التحطيب عند المصريين القدماء لعبة الشطرنج حاليا. طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة خاطئة. لعبة التحطيب مش هي الشطرنج، لعبة السنت هي الشطرنج دلوقتي. كثرة الإنجاب من أسباب المشكلة السكانية أو الزيادة السكانية. طبعا من أسباب الزيادة السكانية كثرة الإنجاب والزواج المبكر وتفضيل الذكور على الإناث في كذا سبب. يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة. يلا نشوف السؤال الثالث مع بعض. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. النسبة بين عدد السكان والمساحة التي يعيشون عليها تسمى، لما اقسم عدد السكان على المساحة دي بسميها الكثافة الايه؟ الكثافة السكانية. هي عدد السكان على المساحة التي يعيشون عليها، يبقى الكثافة السكانية. السؤال الثاني، صنعت ملابس عامة الشعب قديما من. صنعنا ملابس عامة الشعب قديما من ايه؟ طبعا من الكتان، كان اسمه الكتان الخشن. اما الملوك والاغنياء من الحرير او الكتان عالي الجودة اللي هو الكتان الناعم. نشوف السؤال الثالث، يأتي على قمة هرم طبقات المجتمع في مصر قديما. يعني اعلى قمة الهرم كان موجود مين؟ طبعا موجود الملك واسرته، يبقى هنعلم على الملك واسرته. اخر سؤال معانا النهاردة، بما تفسر هجرة السكان من مكان إلى آخر. ليه السكان بيهاجروا من مكان إلى آخر؟ طبعا للبحث عن فرص عمل عشان يشتغلوا. طبعا تاني حاجة للتعليم. 3 عشان يحسنوا مستوى المعيشة. يبقى للبحث عن فرص عمل، 2 التعليم، 3 لتحسين مستوى المعيشة. وبكده يبقى خلصنا مراجعة النهاردة. هسيب لك كل المراجعات في وصف الفيديو، وهسيب لك كل دروس الوحدة الأولى في وصف الفيديو. هتسمع الدروس، هتلاقي في اختبار إلكتروني في كل درس، وهسيب لك برضو رابط تحمل المراجعة دي لو ابنك عايز يحلها لوحده. مع تحياتي مستر جبر.